هذا العام الحكومه بغات تقاد قطاع الصحه اللي كيمرض في المغرب، ولكن لقات القضيه حامضه. حتى تما الطب. قطاع الصحه من اكثر القطاعات اللي كيتشكاو منها المغاربه، اللي ما كيناسبش المستوى ديال التقدم اللي غادا به بلادنا. داكشي علاش منين بدات 2023 الحكومه كتحاول اعاده هيكله هذا القطاع، ولكن خرجت ليه واحد المشكله من الجنب. ترى ما عندناش بزاف ديال الاطباء في المغرب، على قله الجامعات زعما. لا، المشكله ان كل عام ما بين 600 و 700 طبيب كيمشيو يخدموا برا وكيخويو المغرب. علما ان في المغرب كل عام تيتخرج 2100 طبيب، والقضيه ما بقاش في الخلصه اللي كيشدوا اكثر في اوروبا. الحكومه لقات ان الطباء في المغرب ملوا من واحد الشنعه اللي عندهم ديال الجزاره والسماسريه، حيت متفق معكم الجزاره والسماسريه كاينين وفي اي دومين، ولكن الاغلبيه سببهم الضمان الاجتماعي اللي ما كاينش بزاف على المريض، وفي الاخر كيصدق مضارب مع الطبيب اللي طالب ليه بزايد. الحكومه حاولت تجيب اطباء اجانب، ولكن الاغلبيه السحيقه ما قبلوش حيت الخلصه ما كافياش بالنسبه لداكشي اللي غادي يشدوا في اوروبا وامريكا. والحل اللي لقاتو حاليا الحكومه ان الخلصه ديال الطبيب تولي فيها تحفيزات اللي هما دي بريم، ان تعويضات الضمان الاجتماعي تولي كدوز اوتوماتيكمون. وانتم كيبان لكم هادشي كافي؟